5 شخصيات اوعى تغلط غلطة عمرك وترتبط بيهم، ولو ارتبطت بيهم اوعى تغلط غلطة عمرك وتكمل معاهم. وخليني اقول لك ايه، اعمل اللايك الجميل اللي انا بحبه ويلا بينا نبدأ. يأتي في المرتبة الخامسة الشخص البخيل المشاعر، وهو الشخص اللي تبقى انت قاعد متأكد ان هو بيكن لك مشاعر بس مش بينطق. ابو الهول بينطق بس هو ما بينطقش، لا بيلمح ولا بيعبر ولا بيقول اي حاجة اطلاقا. تمام، تبقى انت قاعد مستني منه ما بيديش خالص. وخطورة الشخص ده بتكمن في حاجتين، اول حاجة وهو الاحباط المستمر اللي بيجي لك، بتحس طول الوقت ان انت بترفع سقف توقعاتك لان هو هيقول لك حاجة، هيعبر لك عن حاجة وده ما بيحصلش، فبتحبط اكتر من الاول. وتاني حاجة وهو بيوقعك في فخ، اللي هو انا المفروض ابذل مجهود اكتر في العلاقه وما اقصرش معاه علشان لما اعمل كده واوصل ليفل معين هو هيهتم بيا وهيعبر لي. وللاسف الناس بتقع في الفخ ده ان هم بيهتموا وبيعبروا وبيتكلموا وبيبذلوا مجهود والشخص بيبقى بخيل اكتر من الاول. وهنا لازم نوضح نقطه، ان تقصيرك مش هو العيب، حتى لو انت مقصر العيب في الشخص نفسه، هو اللي بخيل، هو اللي ما عندوش القابليه ان هو يعبر لك عن مشاعره زي باقي الناس. وياتي في المرتبه الرابعه الشخص المزاجي، وهو الشخص اللي يخليك تصحى من النوم انت مش عارف هو هيعاملك بانهي وش النهارده، هيعاملك كانكوا صحاب ولا هيعاملك كانكوا حبايب ولا هيعاملك كانك عدوه، ولا هيقول لك ان انت مقصر معاه ولا هيقول لك ابعد عني ولا هيقول لك قرب مني ولا هيقول لك انا محتاج منك كذا. الشخص اللي يخليك تساله انا بالنسبه لك ايه، هو ده الشخص المزاجي اللي ما عندهوش مبدأ ماشي عليه، بيتعامل معاك بمزاجيه، تحس ان انت مش نايم مطمن وواثق ان هو خلاص بيعاملك بليفل معين، لا هو بيعاملك بكذا ليفل وانت المطلوب منك انك تتناسب مع كل الليفلات دي. طبعا ده خطر، لان خطوره الشخص ده بتكمن في طاقه التفكير والحيره والطاقه السلبيه اللي انت دايما بتبقى محاصر ومحاوط بيها، اللي بتخليك لا تعرف تتخطاه ولا تعرف تقرب منه ولا تعرف تبعد عنه ولا تعرف تشوف حياتك، لان انت حاوطت نفسك بافكار سلبيه وافكار قويه جدا طالعه من جواك منبوعه الحيره، انا اتعامل معاه ازاي؟ وياتي في المرتبه الثالثه الشخص النرجسي المكابر العنيد، وده فعلا من أسوأ الشخصيات اللي انت ممكن ربنا يبتليك وترتبط بيهم في حياتك. الشخص ده بيرفض الاعتراف بالخطأ تماما، ده لو مزاجه رايق هيخليك تحس ان انت اصلا الغلطان لما تيجي انت تغلطه. تمام، وخطورة الشخص ده بتكمن ان هو بيهز ثقتك بنفسك، يعني انت لو ثقتك بنفسك مهزوزة اصلا خلقة لوحدها لما بترتبط بيه، لما ترتبط بيه هتبدأ تحس ان انت فعلا المقصر، لما هو يقلب عليك الترابيزة ويقول لك ان انت اللي مقصر وانت كذا 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 هتبدأ ترفض الاعتقاد اللي جواك اللي بيقول ان انت على حق وان انت ليك حق المفروض بتطلبه، هتنساه تماما وتقول فعلا انا غلطان وانا فعلا مقصر. هيبدا يقنعك بالحاجه اللي هو عايز يقنعك بيها اللي هي لا تمت باي صله عن شخصيتك الحقيقيه، هيهد ثقتك بنفسك جدا ويخليك تحس طول الوقت ان انت محاصر وان انت المطلوب منك انك تعمل. وعايز اقول لك على حاجه، الشخص ده بالذات انت لو عملت له ايه عمرك ما تعرف ترضيه، لان الموضوع قناعه عقليه جواه، هو اصلا مش راضي عن نفسه، هو اصلا مش عارف هو عايز ايه. فمن فضلك لو قابلت شخص زي ده في حياتك. ويأتي في المرتبة الثانية الشخص السلبي، والشخص ده خطير جدا 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 وطاقته كفيلة ان هي تفتتك، بس يعني مش تجيب لك اكتئاب، لا تفتتك حرفيا. تمام، الشخص السلبي ده دايما محاوط بالمشاكل، دايما عنده مشاكل وعنده هموم وعنده حكاوي وعنده كذا كذا كذا. هو مبدئيا كلنا عندنا مشاكل، بس اللي بيميز الشخص ده في سلبيته ان هو بيبحث عن المشاكل. يعني انت لو لقيت المشاكل خلصت من عنده وعلاقتكم بقت مستقرة وجميلة هتلاقيه بيدور على مشاكل، لان هو بيحب يعيش دور الضحيه، بيحب كده يحس ان هو ده العالم كله خازني والناس كلها كرهاني ومحدش فاهمني وبيحاوط نفسه بافكار سلبيه هدامه جدا جدا. فانت هتلاقي نفسك يا عيني انت بتحاول تصلح وبتنفخ في قربه مخرومه وبتبحر في سفينه معطوبه، وتلاقي ان انت مش قادر تعمل ايه لان هو سلبي. الشخص شبه كده ابعد عنه لان انت مش هتيجي تغيره. تمام، هو المفروض يغير لنفسه بنفسه، كن جميلا ترى الجمال، هو بنفسه شايف السلبيه في كل شيء، فما تستغربش لما تلاقي حياته كلها محاطه بالسلبيه. ويأتي في المرتبة الأولى الشخص اللي أنت بتحبه من طرف واحد، وهنا عايز أقول لك الشخص ده مش هو المؤذي، لا أنت المؤذي، أنت اللي بتأذي نفسك، لأن أنت اللي سمحت نفسك إنك تحب حد من طرف واحد وأنت عارف إن هو مش بيحبك، أنت عارف إن هو مش بيكن لك مشاعر، حتى لو متناقض ساعات قريب ساعات بعيد، برضه ده غلط عليك. تمام، وبرضه علشان أكون منصف أنا مش عايز ألومك وأعاتبك على الحتة دي، لأن أنا مؤمن تماما إن فترة البدايات بتكون جميلة للطرفين، فأنت أكيد فترة البدايات دي لبت لك احتياجات نفسية وعاطفية أنت محتاجها، فمضطر تكمل مع الشخص ده حتى لو انت عارف انه مش بيحبك، باعتبار ان وجوده بيلبي لك شيء من بعض الاحتياجات النفسيه والعاطفيه اللي هو لبيها لك في الاول، فده بيخليك شبه المدمن، انت بتدمن الشخص ده وانت عارف ان هو لا هيتجوزك ولا هيكون من نصيبك ولا اي حاجه.